أول تعليق من فريرة عقب الانتصار على الترجي التونسي. ويفاجئ مرتضى منصور: قبل ما نبدأ لا تنسوا الصلاة على النبي والاشتراك بالقناة. علق البرتغالي فريرة المدير الفني للزمالك على فوز الفريق اليوم على الترجي التونسي في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. وقال فريرة خلال تصريحاته عقب المباراة مؤكدا أن فريقه كان الأفضل خاصة خلال الشوط الأول، وأن هذا الفوز كان يجب أن يحدث منذ فترة طويلة. وأكد أيضا أن فريقه تعامل مع طريقة لعب الترجي التونسي ونجح في التفوق هجوميا، وحرص على تهنئة اللاعبين على هذا الانتصار. وقام فريرة بإهداء هذا الفوز إلى مرتضى منصور رئيس النادي الذي يقضي فترة العقوبة حاليا في السجن بسبب حكم قضائي ضده في قضية سب وقذف محمود الخطيب. وأكد أيضا أنه يهدي هذا الفوز أيضا إلى أمير مرتضى والجمهور، وأكد على احترامه للجمهور ووجهات نظرهم. ويستعد الزمالك لمواجهة إنبي يوم الأحد المقبل في الجولة 21 من الدوري على ملعب استاد القاهرة في رعاية الله وحفظه.